برج الجدي وقراءة شهر نوفمبر وطاقة شهر نوفمبر. بناخد طاقة شهر نوفمبر للجدي. بنعرف طاقة الجدي العاطفية المالية، طاقة الشريك وطاقة العلاقة للجدي في هذه الفترة، تحذيراتها وبشاراتها. بشارات الجدي: أغلى الأصدقاء على قلبي وأصدقائي من برج الجدي، وأغلى الأبراج البرج الصديق لبرج الحوت، وأهلا بيك يا جدي. يلا نعمل قراءة ونحط النية ونستقبل البشارات الحلوة إن شاء الله الفترة دي والتغيرات المفيدة لينا. بسم الله. وبناخد الطاقة العامة لجدي. اللي أول مرة يشوفني ما ينساش الفولو واللايك علشان يوصلك كل جديد من اللي بنقدمه طول الفترة وطول الشهر. بناخد طاقة الجدي. بسم الله. الطاقة العامة للجدي وأهم أحداثك يا جدي. الطاقة العامة للجدي في رفع شأن شوية للجدي، في حاجة بترفع شأنك شوية جدا وبتظهر قيمتك قوي وبتظهر نفسك يا جدي، وبتحس ان انت بتحقق شيء داخلي بيريح قلبك. بتحس ان انت في ناس حواليك او حولك بيشوفوا قيمتك دي، وده شيء بيسعدك قوي يا جدي. محقق ذاتك الشهر ده، محقق نجاحات حلوة ليك، صورة حسنة وسط الناس، وعارف شعور بالقيمة، يعني شعور بالقيمة والأداء المميز للجدي. هذه الفترة حلوة جدا للجدي. يصحبها بقى شوية مخاوف واضطرابات وأزمات نفسية عاطفية تخص الجدي. بشوف إن كمان الجدي يعني بيشعر بقيمته، لكن في نفس الوقت قلقان. هو طول الوقت قلقان. ليه قلقان؟ قلقان على ايه؟ اهدى يا جدي، اهدى. انت قيمتك ملموسة وواضحة وظاهرة لكل من حولك. طيب، قلقان وخايف برضو على القيمة دي، وده شيء مضايقك. قلقان ان حاجة تحصل تيجي تخليك مش في مكانتك اللي انت بتحب تكون فيها دايما. فقلق غير مبرر وقلق مش حقيقي يا جدي. طيب، ايه تاني عندك؟ رفعة كده وترقية وزيادة في الطاقة المالية وطاقة الإمكانيات. إمكانياتك نفسها، إمكانياتك زادت. عايزة أقول إيه؟ مهاراتك، إمكانياتك، عملك، نتائج شغلك على نفسك بتحصدها هذه الفترة يا جدي. نتائج شغلك على نفسك الفترة اللي فاتت، نجاحاتك بتظهر عليك انت، بتحس ان امكانياتك زادت، تطورت، في حالة تطور ذاتي داخلي لجدي. كمان بشوف ان هو انت بقيت ناضج جدا الفترة دي، كمان ناضج وبتتحلى بالنضوج وبالعقل وبالرزانة وبالقرارات الصائبة دون اخذ الاعتبار للمشاعر شوية، يعني واخدها بعقلك قوي. فرحة كبيرة للجدي هذه الفترة، فرحة كبيرة بتفرح قلب الجدي، فرحة عاطفية تخص شريك أو حبيب أو خطيب أو علاقة أو حسم علاقة. في حاجة فرحة كبيرة قوي في قلب الجدي في حياة الجدي الفترة اللي جاية من شهر نوفمبر إن شاء الله، ونبشرك واستبشر يا جدي. ناخد طاقة الشريك وطاقة الجدي وطاقة العلاقة. طيب، خلينا ناخد طاقة العلاقة الأول. متوترة العلاقة بتاعت الجدي شوية، واخدة شكل كده مش فاهمة هي رايحة على فين. فيها شوية توتر بعض الحال، يعني بعد الوقت غير مستقرة إلى حد ما. طيب، خلينا ناخد طاقة الجدي في العلاقة. طاقتك إيه يا جدي في هذه العلاقة؟ طاقة بشوفها إنها طاقة وصول، طاقة تمكين، متمكن. انت مستريح ومتمكن، بس وحاسس انك انت بوب في العلاقة، يعني كينج في العلاقة، يعني سيد العلاقة. تمام، واخد وضعك. بس عندك بعض الأحزان والجروح القديمة، بعض الأحزان والجروح القديمة، والأحزان دي أو الجروح دي أو الشعور كده بيجيلك بيخليك بيحسسك بفقد الشغف، يعني لا تبقى عارف انت مبسوط ولا مش مبسوط. يخليك في حزن بيدخل على قلب الجدي، بيخليه حزين، مش مبسوط ومش فاهم ان ده مجرد شعور. يعني في امور كده بتطرق على حياتك في العلاقة برغم ان انت واثق من نفسك في العلاقة، لكن بتخليك حزين،
ساعات تشوف السلبيات اكتر، ساعات تحس انك مش عايز العلاقة ولا عايز الشريك، زهقان، متضايق، مش عايز تكمل، مخنوق. فاهمني؟ طيب. آه لكن برضو عايزه اقول ان دي تقلبات مزاجيه وبتحصل، وان شاء الله في شهر نوفمبر باذن الله تكون الدنيا متزنه ما بين، انت هتكون ما بين، يعني في الفتره اللي احنا الطاقه اللي بنقراها دي انت هتكون ما بين فقد الشغف والبعد عن العلاقه، وفي نفس الوقت انا عايزه العلاقه دي حياتي، انا بحبها، ده انا بحبه برضه، ده انا عايزه اكون معاه برضه. لكن في مفاجاه حلوه بتحصل للجدي في العلاقة برضو، وبيلاقي شيء نفسه فيه، حاجة بترضي الجدي، حاجة بتفرح قلبك وبترضيك وبتهديك إن شاء الله. تصالح، رد اعتبار، أو رجوع شريك، أو مكالمة حلوة من شريك، مصالحة، اعتذار، حاجة جميلة بتجبر بخاطر الجدي وبتخليه يكمل بعد حزن في العلاقة. حاجة بتجبر خاطرك وحاجة بتفرحك وبتبقى من عند ربنا، وثقة بتطلع من قلبك بالله، يعني من ثقتك بالله بتستمد الراحة من ربنا في العلاقة، وبيجيلك جبر خاطر، وبيجيلك بيبقى عندك استحقاق الأمان والطمأنينة يا جدي. وحط النية واستقبل معايا هذه الطاقة الجميلة وتتفاعل معاك بإذن الله، طاقة الأمان في العلاقة بعد الحزن وبعد المشاكل وبعد الأحزان. طيب خلينا ناخد طاقة شريكك يا جدي. طاقة شريكك إيه؟ شريك ممتن لوجودك في حياته، شريك سعيد بوجودك في حياته، بيشوفك أمنية جميلة بتتحقق. طيب شريك بيحبك وحاسس ان جواه حاجات كتير نفسه يطلعها لك ولسه ما انش الاوان. شريك في متحرر، شريك بيحبك، شريك عنده حنية، عنده حب، عنده احتواء ليك، عنده احتواء للعلاقة. بس طبعا الجانب الايجابي والجانب السلبي، الجانب السلبي بتاعه عنيد، متغير، متهور، عنده دايما عدم في اضطرابات. يعني الحياة فيها جنبين، الابيض والاسود والايجابي والسلبي. الايجابي بتاعه انه هو بيحبك بجد وانت امنية حياته، وعنده مفاجآت كتير وكلام كتير نفسه يقوله لك. طب السلبي بتاعه في الفترة دي عنيد، متغير، معنوياته مش مظبوطة، الطاقة العاطفة عنده فيها تغيرات كتيرة الفترة الجاية، كتيرة كتيرة يا جدي. كل القراءات فيها الإيجابي والسلبي، كل القراءات فيها تحذيرات والبشارات، بناخد الاتنين وبنتعامل معاهم وبنفهمهم ونستشعر الطاقة. طيب خلينا نقول شايفك ازاي هذا الشريك. شايفك انت اللي بتحمسه للحياة، انت بتديله حماس للحياة، بتديله قيمة للحياة، بتديله معنى للحياة، وانت سبب تغيراته او شريكه في التغيرات. انت حاجة جميلة بالنسبة له، انت دفعة للحياة، دفعة للحياة بالنسبة له يا جدي. طيب خلينا نقول هذا الشريك ايه الخطوة اللي جاية منه ليك. حب، شريك بيحبك، خطوة كلها رومانسية وحب. تقبل منه جوانبه الاتنين، تقبل منه عناده وتغيراته احيانا وحبه. كويس ان في الاتنين، يعني مش جانب واحد. طيب خلينا ناخد طاقة المال لجدي. لا خلينا نقول في تواصل للناس المنفصلة في شهر نوفمبر بسم الله. المنفصلين لسه مفيش تواصل، لسه المنفصلين المطلقين المختلفين لسه شوية. استبشروا وادعوا ربنا لو كان الشخص ده في افضل حال ليكوا يجيلكوا، ولو مش افضل حال يتغير ويتبدل بالافضل منه. طيب خلينا ناخد طاقة المال للجدي وبشارات المال. الله يا جدي، فيها بشارة حلوة للمال، وفيها رسول للمال، وفي حاجة جايلك حلوة للمال وجايلك هتفرحك كمان. طيب واحذر التعلق، بتاخد قرار ومتعلق بيه قوي، فكر فيه بالراحة يا جدي، فكر في هذا القرار بالراحة. تاخد قرار بخصوص المال متعلق بيه قوي قوي قوي، فكر فيه، لان التعلق ممكن يضيع لك الدنيا. ما تتعلقش بحاجة، سيبها تيجي اوكي، ما جاتش اوكي برضو، فاحسن قراراتك. دي كانت قراءة الجدي، ولو محتاج تفاصيل اكتر تواصل على الرقم اللي موجود في البايو على القناة وبرد عليك.